بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا الله دايما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا زي ما انتم عارفين هي القناة بتاعتي يوميات أم بلال ومحمد. لا يعني المفروض انني كل يوم اللي انا بعمله يبقى معاكم كل يوم. يعني اللي انا بعمله المفروض انا يعني بصراحة ما برضاش ان انا اعمل فيديوهات اقول يعني انا هعمل فيديو وانا باكل وانا ما هو كل يوم ترويق وكل يوم مصالح في البيت وكل يوم عمايل في البيت. فبقعد اقول يعني مش معقولة ان انا هصور الحاجات دي، هصور كل يوم كده الحاجات دي. فبصراحة يعني قلت لا ما بدهاش، لان القناة ما عادتش بتجيب مشاهدات بصراحة قد كده، ولازم ان انا اعمل فيديوهات بقى اللي انا بعمله كل يوم هعمله معاكم يعني. فدلوقتي انا هطلع علشان احط الفراخ اللي ايه هطلع احط الفراخ فوق وانزل في شوية مواعين في البتاع دي في الحوض. معلش الإضاءة الدنيا سودة لان احنا طالعين السلم. نطلع بقى 3 دور عشان احط الفراخ. الداك بيأذن مستنينا نطلع له، عايزنا نطلع له. هقفل بس ارتاح من السلم وهرجع له. يا حبايبي يا حلوين يا حبايبي يا طعمين. ده بغرب أبشر أنا أكون جاي يا حبيبي يا حلوين. دي المكان اللي هما بيبيضوا فيه. هي فرخة واحدة اللي بتبيض يعني، الفراخ التانية ما بيضتش مش عارفة ليه. يعني هما المفروض يكونوا بيبيضوا دلوقتي يعني، بس ما بيضوش. فهضطر بقى ان شاء الله هفضل اكلهم كده باذن الله لما رمضان، وهقوم جايبه رقبتهم هما يعملونا شويه في رمضان، على اساس الفراخ غاليه جدا جدا جدا، والعلف في نفس الوقت غالي جدا جدا جدا. فانا هذبحهم عشان يوفروا شويه في رمضان في الاكل والظروف اللي احنا فيها دي. ده المنظر اهو من فوق. المنظر من فوق. هنزل بقى عشان اغسل معاكم المواعين اللي في الحوض، وهقفل الكاميرا عشان وانا نازله السلم عتمه اصلا. ده فطاري النهارده، مسقعه بلح مش وجبنه قشطه
عيش في فول اخضر اهو. بحب افطر بالفول الاخضر بصراحة، والمش كوباية الشاي. هفطر بقى وبعدين صح اهو المواعين يا حبيب قلبي اللي انا هغسلها صلى على النبي كده يا حبيب قلبي، صلى على النبي. دايما نستغفر ربنا كده واحنا بنعمل كل حاجة. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نذكر ربنا كده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشان الفيديو بس صلى على النبي كده حبايبي، صلى على النبي. واللي ما اشتركش لسه في القناة يشترك يعني بعد إذن حضراتكم يعني، فضلا وليس أمرا يعني. أنا بقى مكتوب الغدا بقى. عندي رز بشعرية بصراحة، وعندي هقلي بطاطس وهعمل برنجان وفلفل ونقضي اليوم. يعني اذا ما كانش في حاجة يعني، مش كل واحد بيعيش على قده بصراحة، يعني كل واحد على قده، مش اجباري او شرط ان احنا نبقى
نجيب ونعمل. لا، كل واحد على قده، واللي يقدر عليه بيجيبه وبيعمله وبياكله، واحنا اللي بناكل يعني محدش تاني. يعني نجيب قليل نجيب كتير، احنا اللي بناكله واحنا شايفين احنا بنقدر ناكل ايه. او الحمد لله، الحمد لله على الزمن اللي احنا فيه وعلى الايام اللي احنا فيها. الحمد لله والشكر لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، والحمد لله والشكر ليه. ولو اقل من كده برضو احنا راضيين، بس ربنا يعدي بس الايام الجايه على خير ويسترها معانا ويوفقنا في حياتنا ويرزقنا. ودايما ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا والله اللي له رزق في حاجه واللي له نصيب في حاجه هياخده، واللي ربنا كاتبه لنا هو اللي هنشوفه، هو اللي يعني اللي هيبقى قدامنا. وهو ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجه وحشه، بيدي لكل انسان على قد مجهوده وعلى قد تعبه. ربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل واحد على قد ما بيعمل. يعني الانسان ده هو فقير، فعارف هو ربنا سبحانه وتعالى مخليه فقير ليه. ممكن لو اغناه يعمل حاجات مش كويسة. الانسان الغني ربنا غنيه لان عارف ان هو ده اللي المفروض يبقى فيه، اللي المفروض يبقى معاه، على اساس ان هو ممكن يكون بيعمل بحاجة ربنا هو اللي عالمها. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بكل انسان، عالم بكل واحد. فربنا يدي لكل واحد على قد نيته، ويدي لكل واحد على قد تعبه، ويدي لكل واحد على قد ما هو ربنا شايفه هيبقى ايه للناس. فاللي بيكبر بخاطر بني ادم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكبر بخاطره. اللي بيقول كلمة حلوة لواحد ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها في ميزان حسناته، بياخد عليها حسنات، بياخد عليها صدقات. مش ان انا بضحك في وش انسان او بقول له كلمة حلوة، لا، ربنا سبحانه وتعالى عين لي اللي في يوم من الايام يضحك في وشي، وعين لي اللي في يوم من الايام يقول لي الكلمة الحلوة وهتجيلي وهتترد. واللي بيقف جنب بني ادم ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له اللي بيقف في جنبه في يوم من الايام لما يحتاج. فربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويرزقنا ويدينا على قد نيتنا يا رب العالمين. والفيديو هو ده كان الفيديو بتاع النهارده عشان ما اطولش عليكم. اذا كان الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا هعمله. ماشي يا حبايب قلبي، ويلا مع السلامه، باي باي.